أهلا بيكم. معاكم محمد رضوان. كنت عايز أتكلم سريعا أو أرد على سؤال ناس كتير بتسأله. هو أنا لما أجي أشتري من مطور عقاري، إيه اللي يخليني أتعامل مع وسيط عقاري؟ ليه ما أروحش أشتري من المطور دايركت؟ إيه اللي يخليني أروح أتعامل مع وسيط عقاري أو مسوق عقاري أو مستشار أو بروكر أيا كان المسمى؟ أولا لأن الوسيط العقاري أو المستشار العقاري هو بيوجهك للمشروع او المطور المناسب ليك ولاحتياجاتك. انت لما بتيجي تشتري عندك احتياجات معينه، في لايف ستايل معين انت بتدور عليه، ليك بادجت محدده، فانت ليك متطلبات في العقار اللي انت هتشتريه، فانت محتاج حد يوجهك للمشروع المناسب او المطور المناسب اللي تشتري من عنده. لان طبعا السوق مليان مطورين بكثره جدا وكميه مشاريع ايا كانت المنطقه، فانت محتاج حد يوجهك على المطور او المشروع اللي هيبقى مناسب لاحتياجاتك انت كمشتري. فدي حاجه. الحاجه التانيه ان الوسيط العقاري هو شخص محايد ومعاه السوق كله، شغال على السوق كله. هو مش بيوجهك مش عايز يبيع لك في مشروع معين او تبع حاجه معينه، كل غرضه او كل هدفه ان هو يبيع لك المشروع بتاعه. لا، هو بيبقى شخص محايد، هو كده كده هيبيع لك هنا زي هنا زي هنا. المهم ان هو يوصلك في الاخر للحاجه اللي انت بتدور عليها او لاكتر مكان مناسب ليك عشان تشتري العقار اللي انت بتدور عليه. حتى لو انت رايح لمطور معين موثوق فيه وكبير وانت رايح تشتري من المطور ده بالخصوص، برضه يفضل ان انت يبقى معاك مستشار عقاري، ان شخص يكون محايد موجود معاك، يبقى تحسس ان انت في حد في ظهرك، مش واحد مجرد ان هو كل هدفه عايز يبيع لك في المشروع بتاعه وخلاص. فدي النقطة الثانية. النقطة الثالثة ان الاستشارة العقارية دي اللي الوسيط بيقدمها لك دي بتبقى بدون عمولة. لما بتشتري من مطور عقاري، الوسيط ما بياخدش منك انت كمشتري اي اتعاب او اي عموله. ودي برضو نقطه مهمه جدا، لان في ناس كتير بيبقوا فاهمين ان البروكر ده او المسوق العقاري ده هياخد منه عموله او هيدفع سعر اكتر في العقار اللي هيشتريه من المطور لما يتعامل عن طريق بروكر، وده كلام غلط. الاسعار اللي الوسيط بيعرضها عليك من المطور هي بيكون جايبها من المطور نفسه. يعني انا لما اقول لك المشروع ده اسعاره بتبدا من مليون مثلا، هو الكلام ده جاي من المطور دايركت. ما الوسيط مش بيزود علشان هياخد منك عموله او كده، لا، العموله بتاعته بتبقى عن طريق المطور نفسه. فانت كمشتري انت ما بتدفعش اي اتعاب، ولا بتاخد اوفر زياده او بتدفع فلوس اكتر على العقار اللي هتشتريه لما تكون بتشتريه عن طريق بروكر. وبرضو دي نقطة مهمة لازم تبقى فاهمها، لأن في ناس كتير يعني بتتعامل مع وسيط وفي الآخر بتروح تشتري من المطور دايركت بعد ما الوسيط يكون شرح يعني رشح له مشروع معين وتعب معاه، بيروح يشتري من المطور دايركت. وانت لما بتعمل كده، لما بتتعامل مع وسيط وبعد كده انت بتروح تكلم المطور، انت كده بتضيع مجهود الوسيط اللي اشتغل معاك وتعب معاك. انت هو ما بياخدش عمولة من المطور في الحالة دي. فانت لما تقرر تتعامل مع وسيط عقاري، خلي دايما التعامل يبقى عن طريقه. حتى لو انت في معلومات معينه عايز تاخدها من المطور، خليها تبقى عن طريق الوسيط. هو هيوصلك بالمطور، هو هيجيب لك المعلومات اللي انت عايزها. بس ما تروحش تتعامل مع المطور دايركت، لان انت كده بتضيع مجهود الشخص اللي اشتغل معاك. النقطة الأخيرة برضو اللي أنت لازم تبقى فاهمها كعميل، لو أنت لما هتيجي تتعامل مع وسيط، لازم تبقى واثق ان الشخص ده يكون واحد محترم وعنده مصداقيه، واحد فعلا يعني بيقدم لك استشاره بكل مصداقيه علشان يوجهك للحاجه المناسبه ليك، مش كل هدفه ان هو يبيع لك في مشروع معين او كده. لا، لازم تبقى انت بتتعامل مع وسيط او شركه وساطه عقاريه تكون كبيره وليها اسم كبير، ويكون الشركه دي عندها تولز محترمه وعندها فريق متخصص في التعامل مع المطورين اللي في السوق والداتا اللي موجوده في السوق. بيبقى فيه فريق متخصص ان هو يعني يأهل المطورين، مين اللي ورقهم خلصان، مين المطورين اللي بينفذوا وعودهم. فكل ده شغل ومجهود كبير جدا. انت كعميل مش هتروح كل مطور وتعرف كل التفاصيل. الموضوع ده هياخد منك وقت ومجهود كبير جدا جدا. فالمستشار العقاري بيوفر عليك كل الوقت والمجهود ده.
هو اوريدي عنده فريق متكامل وعنده شركه متخصصه هي شغلها كله ان هي تعمل الكلام ده كله، ان هي تشوف المطورين اللي شغالين في السوق، المشاريع تفاصيلها، بتجمع الداتا دي كلها، مين اللي نرشحه، مين اللي نشتغل معاه. فبالتالي انت تعاملك مع وسيط عقاري هيوفر عليك وقت ومجهود وفلوس كمان كتير جدا، غير ان انت تروح على تدور انت بنفسك على المطور المناسب اللي تشتغل معاه. فلازم تبقى حريص ان انت تبقى بتتعامل مع شركه وساطه عقاريه كبيره ومحترمه، حتى لو بتتعامل مع وسيط مش شغال في شركه كبيره، بس على الاقل الراجل ده يكون عنده مصداقيه، سمعته كويسه، تعرف حد اتعامل معاه قبل كده وبيشكر فيه. لان في ناس كتير محترمه جدا بس مش شغالين في شركات كبيره، فدي نقطه مهمه جدا. بس اخيرا طبعا اي حد محتاج اي استشاره يقدر يكلمني في اي وقت. لو انت بتدور على عقار تشتريه، تستثمر، عايز تبيع، عايز تأجر اي عقار، تقدر تتواصل معايا اي وقت.